السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير يا شباب. آخر حلاوة كانت يوم أمس مباراة. مبروك لجماهير النصر وحظا أوفر للجمهور الأهلي والهلال. الهلال يقولون ماذا حصل في الهلال؟ ما حصل حاجة، هذا هو الهلال طبيعي كده، هذا هو مستوى الهلال. رغم أنه قاموا مساعدة كبيرة سووها للهلال ولم يتوفق. هذا أحيانا التوفيق من الله. من يستطيع يوقف قدام الله؟ ما أحد، ما في أحد. على كل حال لم يتوفق الهلال رغم المساعدة، اللي هو بالدليل الهدف الرياض حقيقي حقيقي وهدف شرعي، ولكن تم إلقاءه عن طريق الفار، والفار يبغى يثبت الأمور. حاول بكل الطرق. أنت بتشوف الهدف يكون من البداية، لو شاهدته بتشوفه من البداية. الأخذ اللي هو التلفزيون أو الناقل بيعطيك لقطة وبعدين يرجع للفار مرة ثانية يحاول يكرر فيها، ما لا يستطيع. المشكلة إنه إيش؟ ألغوا الهدف الحقيقي، وكان هو كان دمر الهلال وفاز. 3 نقاط خسرها الشباب يا اسمه الرياض يوم أمس. ثم إنه كل لاعب خرج من الهلال يتحدث ويفتح الهلال، لا ما يفتح الهلال، يفتح الدوري السعودي. يقول لك كنا ناخذ البطولات من الآخر، ونيمار اللي خرج. طبعا هذا متعودين عليها، رغم إنه ما يتنازلوا المسؤولين الاتحاد السعودي عن هذا، إنهم يفتحوا كرة القدم السعودية، وهي الأسوأ بصراحة. يعني الإشاعات اللي عندما كل لاعب يروح برا ويتكلم يقول لك نحن كنا ناخذ البطولات بالحكام. المهم نحن نعرف هذا الشيء، متعودين على الهلال سنوات، وكل الجميع يفهمه يعني. على كل حال خلينا نروح المباراة النصر والأهلي. مبروك لجماهير النصر مرة أخرى، وحظا أوفر للجماهير الأهلي. الأهلي كمان شوف الجميع يخسر ويدعي المظلومية، هذا متعودين عليها لأنه فهمت. رغم أنه في ناس تتعرض فعلا للظلم واضح ومكشوف. جميع الأندية ضد الهلال، اللي تلعب ضد الهلال تتعرض بصراحة للتحكيم. أحيانا ما يتوفقوا أكيد يعني، ولكن الأهلي كمان يقولون لا يا حبيبي. الأهلي أول شيء خشونة اللي كان يلعب فيها الأهلي، والله العظيم أنا ما شفت، أول مرة أشوف بهذا العنف. وبالدليل على ذلك 3 لاعبين أصيبوا داخل أرض الملعب، اللي هو أوتافيو، سلطان، والخيبري من النصر. الله يعافيهم إن شاء الله ويرجعوا المباراة القادمة بإذن واحد الأحد، نتمنى ذلك. ولكن هذا هو العنف الأهلي اللي كان يلعب فيها. ثم هدف الأهلي اللي هو الثاني كان مكشوف، ما يحتاج يعني ولا يرجعوا له ولا شيء. يا حبيبي كاميرات شغالة والعالم تنقل قاعد يعني. الحارس كانت الزاوية ضيقة، كان الكورة قريبة، كان يبغى يتسدل الكورة، مسك المهاجم الأهلي ورماه. شوف سحب بيده زي المصارع ورماه في الأرض. هذه ما شفتوها؟ ما حد تكلم فيه، شفتوا بصراحة يعني. كانت واضح 1-0 للأهلي. طب 3-1 للأهلي، النتيجة كانت المفروض تنتهي عنه. على كل حال الجميع كل ما يخسر. أنا يوم العجائب اللي شاهدناها إنه بعد جماهير الهلال وبعد إعلام الهلال يدعون إنه الهلال ظلم. والله عجيب، والله ظروفهم غريب يا أخي. من يستطيع يقدر يوقف قدام الهلال؟ ما أنتم جايبين حتى الحكام اللي بيحكموا المباراة نفس الحكام اللي حكموا مع الهلال 5 6 7 مرات، وكيف تبغاه يخسر يعني؟ لكن أحيانا التوفيق من الله، لا أحد يستطيع يوقف قدام الله. تعرف هذا هو. رغم المساعدة لم يفوز الهلال وتعادل بالظلم. هدف سالم الدوسري أوفسايد واضح، ما راجعوا لها ولا يجيبوا اللقطة. كان واضح ما يجيبوا اللاعب بعد ما انطلق على المرمى، لكن في بداية لو وقف اللقطة على أوفسايد هو واقف أوفسايد سالم الدوسري. ثم هدف شرعي حقيقي ألقوها من الرياض. وش تريد بعد هذا؟ في ظلم بعد هذا؟ لا. وبعدها بعد المباراة اللاعبين يتعدوا على الجماهير، هذا اللي حقت الهلال ياسر يقول له هس امشي انقلب. يا حبيبي ده جمهور يبغى يفوز، ما يفهم شيء. حتى
أنت فايز بالحكام ما يفهم، يحسبك أنت اللي جايب النتيجة. أهم شيء تسجل هدف. الغريب أمس ألغوا هدف حقة الهلال في البداية، بس ما كان يتوقع، لأنه كان يتوقع الهلال بيسجل ويسجل، يعني دائما هم يقعوا في أخطائهم. على كل حال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التوفيق للجميع. إذا تعثر الهلال أبشركم هناك دعم ثاني اللي هو هو الاتحاد. أنا أشوف النصراوي والله أنا بالنسبة لي ما عندي أمل. ليش؟ لأنه هناك موجود البديل، كما فعلوها تكررت في السنوات اللي راحت. لو راجعت موجود الاتحاد، إذا تعثر الهلال موجود الاتحاد. النصراوية ينافسوا، هم دائما ينافسوا، لكن هم ينافس حر بدون أخطاء، بدون تحكيم، بدون الأخطاء ترجع عليهم بس فقط يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا.